مساء الخير عليكم. فيديو النهاردة عبارة عن روتين للعناية بالقدمين. يلا نشوف هنعمله ازاي. بنجيب مية دافية، يعني ما تكونش سخنة وما تكونش باردة قوي، يعني وسط بين الاتنين. طبعا انا هستخدم كمية اكبر من دي مثال بس. يعني معاها نص كوباية من الخل ومعلقتين كبار من الشاور، لو مفيش شاور نستخدم شامبو. معلقتين كبار من الملح، معلقة كبيرة من البيكربونات او البيكنج صودا، ومعانا حجر الرجل او الصنفرة، اي نوع متوفر عندك. هنحتاج كمية صغيرة جدا من الأكسجين، أي نوع أكسجين متوفر عندك سواء كريمي أو عادي. ومعانا أي نوع كريم مرطب موجود عندك. دول هيتحطوا على جنب وهنشوف هنعمل بيهم ايه بعد كده. هنجمع المقادير كلها مع بعض في الطبق بتاعنا اللي احنا هنحط فيه رجلينا. الوصفة دي مش مجرد انها للعناية بالرجلين فقط، لكن كمان اولا بتحمي من التشققات اللي ممكن تحصل في الرجل. بتعالج التشققات، لو عندك اي تشققات موجودة مجرد مرة او اتنين بالظبط التشققات بتختفي. كده المية جاهزة اللي احنا نحط رجلينا فيها على الاقل لمدة ربع ساعة، من ربع ساعة لنص ساعة زي ما حضرتك تحبي. لو عايزة تزودي المدة عن كده زودي. بعد كده بنعمله بالصنفرة او بحجر الرجل. مهمة لازم ناخد بالنا منها بعد كل استخدام للصنفرة او حجر الرجل. لازم ننضفها ونعقمها كويس. هننضفها ازاي؟ هنجيب فرش سنان قديمة وهنغسلها بالمية المغلية ومضاف ليها شوية خل. انا بستعمل المية دي بس كمثال، لكن احنا بنغسلها في مية مغلية ومعاها خل، وندعكها بالفرشة القديمة زي ما حضراتكم شايفين كده. الوصفة دي كمان بتساعد على التخلص من فطريات القدم المسؤولة عن الرائحة الكريهة. بعد ما نستخدم الوصفة ديت لازم نستخدم نوع كريم مرطب. طبعا انا جربت حاجات كتير، لقيت ان كرباميد دوت اللي حضراتكم شايفينه دوت افضل نوع وانسب نوع، كمان نسبة ترطيبه عالية جدا، غير انه ب9 جنيه فمش غالي قوي، وفي نفس الوقت بيقعد فترة كويسة. طبعا احنا حطينا رجلنا في المية وبعد كده عملناها بالصنفرة او بحجر الرجل. بعد كده بنشطف رجلنا بالمية العادية وبننشفها كويس جدا. بعدين بنحط طبقة من الكريم دوت ونستنى لحد لما الجلد يمتص تماما. بعد كده حابة تلبسي شراب البسي، مش حابة عادي، يعني مش مشكلة، مش حاجة إجبارية. طبعا الوصفة دي تنفع للإيد كمان مش للرجل بس يا جماعة. حضرتك حابة تخلي الرجل باللون الوردي الجميل، هنعمل كريم من اللون دوت، وفي نفس الوقت هنستخدم حاجة ما تخطرش على البال خالص. بنجيب على طرف المعلقة لون دم غزال من عند العطار، زي ما حضراتكم شايفين الكمية صغيرة ازاي. الكمية ديت هتعمل علبة كريم كبيرة. زي ما حضراتكم شايفين انا حطاه في ايه، حطاه في الغطيان بتاعت ازاز الدواء. انا بخلي الغطيان ديت يا دوبك بستعملها مرة واحدة بس برميها بعد كده. طبعاً حاجة صغيرة ومحكومة وما تبهدلش الدنيا، وفي نفس الوقت مش هتستخدميها في حاجة يعني. نجيب اي نوع كريم مرطب عندنا، او ممكن نستخدمه بالكرباميد اللي احنا قلنا عليه في الاول. نعمل شوية صغيرين كده على قد الاستعمال، او ممكن لو انت عايزة تعملي كمية وتحطيهم في علبة وتستخدمي كل مرة بتعملي فيها رجلك تستخدمي منه، مفيش اي مشكلة. زي ما حضراتكم شايفين انا بقلبه بالودانة. طبعا اللون في الصورة طالع احمر قوي، لكن هو لما بتحط على الجلد بيدي اللون الوردي الخفيف الجميل دوت. طبعا الكريم دوت ممكن تعملي منه شوية صغيرين كل مرة بتعملي فيها رجلك على قد الاستخدام في الغطا كده زي ما حضراتكم شايفين، وترمي الغطا بعد كده، او تعمليه وتحطيه في علبة نضيفة وكل مرة بتعملي فيها رجلك تستخدميه. الكريم دوت ممكن نستخدمه كمورث خدود، لانه كريم بشرة عادي محطوط عليه اللون الاحمر اللي هو الدم الغزال. ودي بتبقى فكرة عمل مورد الخدود اللي احنا بنشتريه جاهز. دلوقتي بعد ما عملنا استنفار الرجل وعملنا لها ترطيب او حطينا لها كريم دم الغزال، لو احنا عايزين نعمل صبغة او حنة لضوافر الرجل او الايد، طبعا دي بتبقى حلوة جدا للناس اللي بيصلوا ما بيعرفوش يحطوا المانيكير بصفة مستمرة، فبتبقى حلوة جدا لانها ما بتفقدش الهدوء. نجيب غطا ازازة الدواء اللي احنا قلنا عليها اللي احنا هنستخدمه مرة واحدة بس ونرميه. طبعا بنحط فيه زي ما حضراتكم شايفين كمية صغيرة جدا، مقدار طرف المعلقة من الحجر الاسود الناعم. الحجر الاسود دوت بنجيبه من عند العطار وبيكون ناعم جدا، ما ينفعش نجيبه سليم لان مش هنعرف نتصرف فيه في البيت. يعني ما تجيبوش وتقولي هعمله في المطحنه وفي الخلاط او الكلام ده كله، هيبهدلك الدنيا هيبوظ الدنيا. كل مره هنحب نعمل فيها صبغه للضوافر هنستخدم كميه صغيره جدا طرف المعلقه، ومعاهم حبه اكسجين صغيرين جدا برضو زي ما حضراتكم شفتوا، وهنقلبهم كويس بالودانه. هنحطها ازاي بقى على الضوافر؟ نجيب ودانة نضيفة ونوزع كمية الصبغة على الضافر نفسه. نحاول على قدر الامكان ما نجيبهاش ناحية الجلد، ولو في حاجة جت على الجلد نمسحها بودانة تانية نضيفة.
الروتين ده والله يا جماعه سهل وبسيط ومفيش اي صعوبه، غير انه بيدي راحه نفسيه جميله جدا لما بتشوفي شكل الرجل بقى عامل ازاي. طبعا ده روتين عناية، يعني ممكن تعمل مرة او مرتين في الاسبوع، وكل ما تداوم عليه بيبقى احسن وبتبقى نتيجته احلى. ده طبعا ملوش دعوه بالباديكير خالص، ده روتين عناية عادي اللي هو بترطبي الرجلين، بتمنعيها من التشققات، بتعالجي اي تشققات موجوده فيها، لكن ملوش دعوه ملوش علاقه بالباديكير خالص. الباديكير ان شاء الله هعمل لكم فيديو تاني لوحده. عملنا صبغه الاظافر وعملنا كريم كعب الغزال. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.